عسلامة. غسالة اليوم هي ملوخية تونسية نطيبوها خاصة قبل بنهار من العيد الصغير. وفي الغسالة متاع اليوم باش نعطيكم اسرارها الكل باش تجيكم ناجحة من اول مرة. اول حاجة ناخذ اللحم بقري متاعنا نفوحوه قبل بنهار والا نفوحوه الصباح ونطيبو العشاء باش كيكا يقعد في الفيح ويجي بنين. فوحته بشوية تابل وكروية وشوية فلفل زينة وشويه هريسه عربي بطبيعه الحال وشويه فلفل اكحل وشويه ثوم مرحي ونعناع شايح محطحط وملح. وراهو مش مستانسه يعملها بالنعناع الشايح المحطحط، جربها بالنعناع تعجبكم برشا خاطر يبان برشا. فما شكون يحط اضافات اخرى، فما شكون يحط قشور برتقال، كل واحد وطريقته. وانا هذه الطريقه نتاعي. خليوه كيما قدام قبل بنهار ولا قبل بسويع باش يرقد في الفاح نتاعو ونطيبوا الملوخيه. اول حاجه الملوخيه البودغ على كل فرد من العائله نحطوا مغرفه كبيره معبيه، هذيك هي لاستوس باش تعرفوا الحكار. وبالنسبه للزيت في البارد قبل ما نشعلوا عليه نبداو نزيدوا في الزيت بشويه بشويه في البارد ونخلطوا عينكم ميزانكم. ها باش نوريكم كيفاش تقمروا قداش تحطوا زيت. تزيدوا بشويه بشويه، شفتوا لهنا كي مازال عاقد وشاد روحه، تزيدوا بشويه بشويه الزيت باش ما يغلبكمش حتى لين تحصلوا على التكستور هذا، القوام هذا يبدا سي ليكيد. وقتها كونتيتي نتاع الزيت اللي حطيتوها سي لارجمون سوفيزون. دونك هذه القماره باش تعرفوا قداش تحطوا زيت وفي البارد. ومن بعد تقليوها دريج من زمان على النار هاديه، ما تقليوهاش برشا سينو تحرق حتى نتاع مكشكوشه كيما قاعدين تشوفوا. وانبيل صغار هذيك هي هكا بالعين باش تقمروا تعمل هكا. وقتها تزيدوها ماء يغلي، ما يغلي يكون الماء. انا هنا زدت ايترتين ماء يغلي. واول ما باش تزيدوها الماء يغلي باش تحسوها ولات لزجه ولا كيفاه، فماك عبارات صغار ما تخافوش منها، ديما حركوا حتى لين ترجع نورمال. ونخليوها على نار هاديه ساعتين ونص 3 سوايع، فمش تكون اكثر يسانسيل على نار هاديه لين تبدا تقر في زيتها كما قاعدين نشوفوا شويه هكايا على جناب. هذه هي القماره باش تعرفوا وقتاش تحطوا اللحم. كي توصل المرحله هذه تبدا هكا تخرج في الزيت، ووقتها حطوا اللحم نتاعكم كما قلت لكم ساعتين ونص 3 سوايع. انت وكونتيتي باش تستعملها اما هيك القماره، وديما على نار هاديه. كل ما تطيب على نار هاديه كل ما تجي ابن. ومن بعد نحطوا راس ثوم كامل بالطبيعه بعد ما نغسلوه نحيو القشره اللي خشينا يبنن برشا. ونحطوا زيت دوري قطرا في المرحله هذه نحطوهم الزوز يبنوا برشا، ونغطيو عليها بطبيعه الحال باش ما تبداش تطش. ولهنا بعد ما اللحم طاب وسي قارت زيتها في الغلوه الاخرى نقولوا احنا وقتها نحط قراين فلفل اللي باش يزيد يبننها. انا فلفل كي نحطو نشقو خاطر نحسو يسايب البنه يولي ابن. لين تقر زيتها كومبليتمون كيما قاعدين نشوفوا بالعين لهنا قارت زيتها كومبليتمون. وقتها الملوخيه نتاعنا حضرت. ان شاء الله نكون عطيتكم ليزاستيوس الكل باش حتى اللي يطيب الملوخيه اول مره تنجح له. وسي الملوخيه نتاعنا طابت مع خبز دار مفوح بالبسبيس والسينوج. نودكم لنشهيكم ان شاء الله تكون الغسالة عجبتكم، ونتقابلوا ان شاء الله في وصفه جديده وبنه جديده. على بخوشين.